الو. ايوه دكتور. ايوه مرحبا حياك. الحين افضل. افضل بكثير طبعا. انا عاد شفت الرساله، كنت في الديوان طلعت الحين شفت التلفون. الحين عمل لي رساله. والله عملت لك قدري، كان جالس مع الجماعه كلهم وكان فيه مجادلات كثيره مع الوالد وذوله، فكان ودي انك تكون والله حاضر على الرساله. انا انتظرت الصبح، عملت لك رساله ما جاوبتنيش، بعدين رحت لقيت العرس، بعدين رحت شفت بعض الشباب مع امراض من اصحابنا فيها ورجعت الديوان، والان دخلت شفت التلفون صليت مغرب وصلت. ايه انا عاد هنا الحين في المطار. ايوه. وطول العمر هم يقولون يعني احسن، هذه نصيحة للرجال بالنسبة سعيد جدا من الخبر اللي نشر بالنسبة الرجال اللي يكلمك على اساس تدعم المبادرة. ويقول فيه البند الرابع والثامن في المبادرة، يعني شيء عجيب بالنسبة للثوار وبالنسبة له. يبغون رجال صاحبنا انه هو اللي يتولى رفض المبادرة بشكل عام. انا معي؟ ايش تو؟ يقول يبغونه يعني يكون له، لان الحين العالم اللي في الاتحاد واللي في كذا ما لهم قائد. يعني هم تبعي كلهم تابعين لي انا مسيوب. احنا جبت عندنا رساله ان معنا اعضاء مجلس النواب، احنا نكتب لنا رئيس وننافسهم. ايه فالحين يبغي منك حاجه انك بالنسبه للمبادره، ان اللي الخبر اللي يسر بالنسبه لجيرانكم انهم تكلمينك على اساس تدعم المبادره. معي؟ يبغونه يقول لازم ان تكلم الاحسن له مدى العمر وفرصته الذهبيه، يقول لا. تمام. ايه وبالنسبه يقول لا ابدا ويعلنها رسمي. تمام. احنا قبل بعد انا في ساعه الغداء حقي في ساعه انا مشي من هنا الصبح. ايه اي وقت كلمني على من تليفون على اساس اشرح لك اكثر من يكون من شيء امن. بتقول هذا ما مش عمل خلاص. اذا هذا الان انت عندك الان ايه فكان شوي مضايقين. الحمد لله امورنا طيبه. الشباب اخذناهم على المشترك، كلهم تابعين لنا، عملنا لهم خطوه ضخمه جدا 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 جدا. ولانه بدات المنسقيه حق المشترك واللجنه التنظيميه حق المشترك تخفف الصرف عليهم، ما تعطيهم شيء ولا تعطيهم تربيه، وسحب شبابهم من الساحات. اضطرينا نسحب 7000 شاب من تعز. إذا اليوم وصلوا حوالي 700 أو 800 والبقية بعد ما وصلوا ما يوصلوا 7000 من تعز. يغطوا العجز في أمانة العاصمة لأنه المسلمين ورطوا. يعني الأمور هنا ممتازة. طيب أنت عندك فرصة على أساس أن فيه إجراءات بالنسبة للاستراتيجية متحمسين كثير، يبغون الرجال يجي يكون بينهم تفاهم. أنا مستعد. يقول عشان يكون فيه تفاهم طويل الأمد وأحسن وقت على فكرة الوقت هذا، لأن هم من أنا بقول لكم في صعبة. وبعدين اتصل بطلع من صعبة. هل لكم من يقولوا في صعبة؟ أنا بلغتهم اليوم، أنا بلغتهم. قل لهم بكرة الغداء في صعبة ما يقعد 3 أيام. طيب أنت من هناك حاول الله يخليك تقدر على أساس تخلص بالنسبة للأمور الاستراتيجية. يعني بالنسبة عجيب غريب، قال من السنة بيكون مثل الجماعة اللي تخاضر وأقوى. تمام. ما عنديش مانع، أهم شيء نجزوك. ما أسمعك. نجزوك ببعض الأولاد. لغاية الآن. ما نجزوك. لغاية الآن نعم. إيش قالوا الأولاد؟ على موعد. هي. قال له بعد بكرة. تكلمنا والله كلام زايد
ليش أنا أبغيك تجي على أساس إنه يكون أبغيك تجي على أساس يكون ما عاد فيه لأن فيه كلام كثير نبغي نتكلم مع بعض. تمام ما فيش مانع، ما عنديش مانع، أقول له ما عنديش مانع. نعم. المهم وعدوك يعني وعدوك بعد يومين. ايه قالوا بعد يومين احنا هذا رحت والله لعندنا هناك لا هناك طلعت لا هناك من مكان في مكان، لكن انا بودي انك تجي وتفطر الدمل هذا وتخلص يكون في ورق. تمام ما فيش مانع، عم يجي يتواصل عليهم ينجزوك وانا اكمل عملي في ساعة واجيك على طول. طيب الله يحفظك. يلا حفظك الله. مرحبا. في امان الله.